بالنسبة للي عنده كيفيربا وبتسجل فاتورة، الفاتورة لازم تكون معمولة على نظام فواتير خاص. ما بصير انت تسجل فواتير على كيفك، لأنه الفاتورة هاي لازم تكون مرقمة من 1 2 3 طالع. لازم يكون التاريخ مبين عليها، اسم الشركة، تاريخ الفاتورة، شو الشغلات اللي انعملت، لازم يكون مكتوب الفاتورة، ولازم يكون محطوط عليها الضريبة ومحسوبة 100%. ما بصير انت تعمل فاتورة وتقدمها للشركة أو للزبون وبعدين ترد تلغيها مرة ثانية. الفاتورة هاي إذا لغيتها لازم تعملها إلغاء رسمي وتعمل فاتورة ثانية. يعني ما بيصير أنت تعمل فواتير على كيفك. الفنانس قام تفتش على الشغلة هاي، وللأسف صارت مخالفات كثيرة على فواتير مغلوطة. أنت بتكتب فاتورة وبعدين بقول لك الزبون لا أنا بدي تظبط لي إياها، بترد تعمل له فاتورة ثانية. الزبون بقدم الفاتورتين عشان يرجع الضريبة، بعدين أنت بتاخذ مشكلة لأنك أنت بتكون مقدم فاتورة واحدة وهو مقدم فاتورتين. هو بده يرجع ضرائب من فاتورتين وانت بتقدم فاتوره عشان ايش؟ تقدم الضرائب اللي اخذتها. فهون بيتهموك انك انت مش مقدم لهم الضرائب كامله، يعني مش مقدم لهم الفاتورتين. وهون بتصل مخالفتها ل 25,000 اورو. تحياتي للجميع، ابو صالح الدلكي.